كل ما تقابل واحد يا مولانا السكر غلي، الرز غلي، المرتب مش مكفي، اوعى تقول كده، المرتب اوعى. الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. امال الفقر نتعامل معاه ازاي؟ بالصبر. اصبر يا اخي بلاش قرف يا اخي، يا اخي تاكل القرف. الفقراء بيدخلوا قبل الاغنياء الى الجنه ب 500 سنه، الفقراء هيسبقوا الاغنياء، خش على الجنه 500 سنه قبل الغني. الغني وراه بقى فواتير يسددها ويقول لك ايه؟ طب ادينا فلوسك بقى يا مولانا وخليك انت على البلاطه. لا طبعا، ده دمه تقيل قوي يا جميل. صحبه الاغنياء عند اهل الدنيا بتجيب لك مشكله نفسيه، انما اهل الله شايفين حاجه تانية. يا اخي اتكسف على الجبل. ياما ناس شفناهم بقى مخنوق من النعمه اللي هو فيها. في واحد بيبقى مليونير ومش طايق نفسه من العطاء اللي هو فيه. يبقى احمد ربنا ان انت مش في الابتلاء ده والامتحان ده. ما سمعتش عن مليونير عنده قرحه ما يقدرش ياكل لحوم. اعذرني يا خال، اصل انا وسخ. تقولش على نفسك كده دخلك اوسم. الله عز وجل لا يحب العبد الذي يكثر من الشكاية. شكاي قاعدين على المراتب والشلت وقاعد يقول لك المفروض وفين الحكومه؟ ما هي الحكومه اللي عملت. اول ما تلاقي واحد كده قول له ايه؟ مساء الخير يا سفسف. سفسف دي بقى دلع سفيه. بالعربي محدش طايقك، محدش متقبلك، دمك يلطش. حكومتنا شغاله خليه نحل. تركب مع سواق تاكسي يقول لك اصل البنك الدولي بالصلاه على النبي هيحجز. بنك دولي لص عليش بيكلمنا عن البنك الدولي، كله بيفتي وكله بيقول لك كان الاولى. انت مالك ومال الاولى؟ لهذا الحد وصلنا من الجهل. يقول لك انا ضد الحكومه ويجاهر بهذا، هذا المأفون. قاعد يقول وطن يا كلب مالك يعدموا بالرصاص في ميدان عام. شعب المصري يعدي عليه واحد عبر. فالكلمة الأولى والأخيرة للقائد. فتي مش عاوزين. لا وكمان حتة تانية من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع كده الله. تبقى شيخ السلطان. لا خد بالك يا مولانا من حتة تانية. تبقى شيخ السلطان. لا مش حلو. ده اللي ما يبقاش شيخ السلطان حياته أطرار. خمسة يا صاحبي. عايز اقول لك على حاجه بقى، في مصر مفيش مجال لديكتاتور خلاص. انا بلا كذب بقى، بوشك ده كذاب كذب الابن.